السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد، وهنبدأ في سلسلة محتوى برمجي للمبتدئين مبني عن تجربة واقعية وليس هبد. سلسلة هتوضح لك طريق مهندس البرمجيات الحقيقي وليس مطور التطبيقات للموبايل أو الويب فقط. وبسم الله نبدأ. للأسف أنا هقول لك فكك من أي حد هبيد، أو هم كتير جدا دلوقتي الهبيدة اللي بيطلعوا يقول لك ابدأ ب HTML أو CSS أو تراك معين زي فلاتر مثلا زي الموبايل. وعلى الرغم من وصول الشخص بالطريقة ديت، أو هو بينصحك او بيقول لك ان هو ماشى بالطريقه ديت ووصل وهي دي الطريقه الافضل، اي واحد من الاشخاص اللي بتنصحك بالطريقه ديت هو اصلا كان عنده خلفيه سابقه عن البرمجه ايا كانت هي ايه. يعني غالبا لو مهندس غالبا بدا بسي بلس بلس. فللاسف على الرغم من نصيحه الشخص ده ليك انك تبدا بالطريقه ديت، هو شخصيا ما بداش بالطريقه دي. للاسف هو بينصحك كده وهو اصلا كان عنده اساس برمجي ثابت يقدر يبني عليه الخمس ست شهور بتوع التراك المعين اللي هو بدا بيه اصلا. فالشخص اللي بينصحك انك تبدا بتراك معين فهو هنا بينصحك بانك تبني عماره 15 دور وتاسس اخر دور وتقعد فيه انت واسرتك، وبعدين كل يوم بعد ما شطبت الدور ده وسكنت فيه تبدا تطلع السلم، والعماره اصلا ما فيهاش اسانسير ولا فيها اي حاجه. فانت متخيل هنا التعب البدني لطلوع 15 دور يوميا مره واثنين وثلاثه؟ فده بالظبط نفس الارهاق اللي هيحصل لك لو انت بدات بلغه وصفيه زي HTML او CSS بدون فهم مبادئ علوم الحاسب بلغه زي السي مثلا او السي بلس بلس. فهم دولت لغات شامله لكل مبادئ او لكل المفاهيم الاساسيه في علوم الحاسب. فهنا مستحيل تلاقي حاجه من الحاجات التاسيسيه في اي لغه تانية مش موجوده في لغه زي السي او السي بلس بلس. وهنا الغرض مش انك تتعلم مفاهيم البرمجه الاساسيه او مبادئ علوم الحاسب الاساسيه فقط. ودي معلومه اكيد هتفيدك، فتابعني هتستفيد ودعمني لتقديم المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.